هذا الرجل. أما المرأة، أرأيتم المرأة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوراء؟ قال عن الحوراء أنها لو اطلعت على الدنيا لحجبت نور الشمس من جمال وجهها. هذه الحوراء، ولو أن خمارها الذي على رأسها مرت به بين السماء والأرض لملأت ما بينهما ريحا. النساء، نساء الدنيا أجمل بالأضعاف من هذه الحور العين، والحور كلهن ما هن إلا خادمات عند نساء الدنيا. فالمرأة يعطيها الله عز وجل الطول المناسب لزوجها، ثم يعطيها العمر 21 سنة لا تزيد أبدا، ثم يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية، ويطهر كل ما في القلب. إذا دخلوا أهل الجنة هناك يموت الحسد وتموت الغل وتموت الغيرة المذمومة ويموت الحقد ويموت الشر ويموت كل صفة رذيلة، بل إن الموت نفسه يموت. متى يموت الموت؟ بعد أن يشفع الشافعون ويشفع الأنبياء ويخرج الله عز وجل من النار كل الموحدين ويدخلون إلى جنة الله عز وجل، يطبق الله بقدمه على الأرض فتنزوي، على النار فتنزوي، ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة إلى الجنة فيقال لهم يا أهل الجنة انظروا فإذا بكبش عظيم، أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبحه الله، يأمر الله عز وجل بذبحه فيذبح الموت، فيقال لهم خلود فلا موت، فيطمئنون أن النعيم الذي هم فيه لن ينقطع أبدا. وبينما هم في سعادتهم تأتي أعظم لحظة على أهل الجنة، أجمل ما في الجنة، الصفة والميزة التي لا يحصل عليها إلا المؤمن. ينادي المنادي يا أهل الجنة قوموا إلى الوادي الأفيح، فتأتيهم النجائب والركائب فيركبون على ظهورها، ثم تطير بهم إلى واد عظيم، واد على مد البصر. فإذا دخلوا إلى ذلك الوادي نصبت منابر، كل يجلس على منزلته في الجنة. نصبت منابر من الفضة ومنابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من الياقوت، ويجلسون وأقلهم يجلس على كثبان المسك. فإذا هم جلوس يتسامرون بينهم يغشاهم نور عظيم فيرفعون رؤوسهم فيسلم عليهم هذا النور السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، ويردون عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله أين عبادي الذين خشوني بالغيب، الذين خافوا مني وما رأوني، أين هم؟ هم أنتم يا من صمتم هذا الشهر العظيم، أحسنتم في صيامكم، أحسنتم في قيامكم، أحسنتم في صلاتكم، راقبتم الله في كل ما فات. كل هذا مرصود عند الله العزيز الجبار جل جلاله. هنيئا لنا والله بهذه الأعمال الصالحة، نسأل الله أن يكرمنا بقبولها. يناديهم الله عز وجل فيقول سلوني ماذا تريدون؟ فيقول ارضى عنا يا رب، فيقول لولا رضاي ما بلغتم الذي بلغتوه. سلوا ماذا تريدون؟ فيقولون أرنا وجهك الكريم يا الله. فيأمر الله تعالى أن تزال الحجب، فيأتيهم من نور وجه الله عز وجل ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. ويرون الله، يرون الذي سبح له الحوت في بطن البحر والدودة في بطن الصخر، وسبح الكبير والصغير وما رآه جل جلاله سبحانه وتعالى، ولا يبقى أحد في ذلك المقام إلا كلمه الله كفاحا بلا ترجمان. هذه هي رحلة المؤمن، حتى إذا وصل هناك أصبحت الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، واكتساهم من نور وجه الله ما زادهم بهاء وجمالا، ثم يقال لهم تنعموا في جنة الله. فيا أيها المؤمنون هذه رحلة المؤمن، فاستثمر دائما مع الله لأنه هو الاستثمار الصحيح. اجعل علاقتك دائما مع الله. رمضان كان فرصة عظيمة أن تتعرف إلى الله في رخائك، الآن لا بد أن تستمر على ما يرضي الله، لا تلتفت لشيء غير الله. الله كافيك عن كل شيء وعنده كل شيء جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه، وأن يجعلنا من الفائزين بالعتق من نيرانه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا.